ازيكم؟ يا مساء الخير، يا مساء الورد. جيتكم اليوم بوصفة من الوصفات اللذيذة جدا، من الوصفات اللي أنا بحبها وتقريبا كل الشعب السوداني بحبه. غير السودانيين معظم الناس بيعملوا البسكويت ده بس بطرق مختلفة شوية مع إضافات تانية. البسكويت اليوم حنعمل من غير بيض، من غير إضافات كتيرة، اللي هو بسكويت النشادر. احنا في السودان أي بيت سوداني في العيد وفي الشتاء لازم البسكويت يكون متوفر. وغير كده برضو من عاداتنا دايما بيكون في المطبخ السوداني عندنا كوباية من الحليب، كوباية من السكر، وكوباية من الزيت. الزيت ممكن تمليه للنهاية وممكن تقلل شوية. وعندنا النشادر، معلقتين من النشادر، تمام. وعندنا شنو؟ فانيليا، من غير بيض، من غير كاستر، من غير باكنج بودر، ايوه، من غير الحاجات دي كلها حتطلعي ارهب بسكويت، تمام. الخطوة اللي انت حتعمليها، تجيب الحليب ومعاه السكر ومعاه الزيت ومعاه النشادر، اخلطيهم كويس في الخلاط. طيب عادي نخلط بالمضرب اليدوي، عادي بالمضرب اليدوي وعادي بالخلاط، تمام. بتخلطيهم بيطلع معاكي الخليط الرهيب ده، شايفة بيكون كده زي الخليط بتاع دريم ويب. بعد ده انا ضفت الهيل وضفت الفانيليا. طيب ضروري هيل اذا انت ما حتعملي بيض، اكيد ضروري انك انت تضيفي نكهة للبسكويت، تمام. ممكن هيل وممكن فانيليا، انا بس عشان من عشاق الهيل ضفته مع الفانيليا شوية هيل. بالنسبة للدقيق بس بيحتاج منك او بتستخدمي اقل من كيلو دقيق في المقادير اللي انا ذكرتها، تمام. تقريبا انا استخدمت من أربعة ونص كده دقيق، كوب دقيق، تمام. زي ما قلت لك، كوباية من الحليب، كوباية من السكر، معلقتين من النشادر، فانيليا وهيل، او ممكن تستغني عن الهيل عادي، وكوباية من الزيت. بس بتخلطي كل المواد مع بعض، واخر شي بتضيفي عليه الدقيق. في ناس بيضيفوا كاستر، في ناس بيضيفوا باكنج بودر، في ناس بيضيفوا نشا. ما يحتاج كل الاضافات دي، من انا ذكرتها لك من غير الاضافات دي لانها بتظبط معاكي مليون في المية. احنا كده عندنا دايما لما امي تعمل كنا بنقسمه كده عشان شنو يبقى لنا سهل في المكنه. طيب يا دلال، ما عندي مكنه، انا بقدر اعمل البسكويت ده عادي جدا. انا زمان ما كنت عندي مكنه، بجيب اعمل شنو؟ بتجيبي ورق زبدة، او ممكن تنظف الرخامة بتاعتك نظيف. نحن الامهات معروف اذا احنا عاوزين نعمل اكلة او عاوزين نعمل طبخة لازم بنهتم بالنظافة، حتى لو ما لابسين جلوفز، حتى لو ما فارشة في الرخام شيء، عادي بتقدري تجيبي العجنة تفرديه في الرخام كويس بالنشابة، تفرديه. بتقومي تجيبي شنو؟ بتجيبي شوكة، اللي هو الشوكة العادي، بس تمشي كده في العجنة زي بالشوكة، وبعدين تقطعيهم متساوي كده بسكين وتدخليه الفرن. بيظبط، ايوه نعم بيظبط عادي زيه زي المنين. بتعرفوا المنين؟ انا ما عارفه اذا نزلتها عليكم وصفه المنين ولا لا. اذا ما نزلتها انا اصلا مصوراه جاهز عندي في الاستوديو، هنزل لكم. انا دخلته الفرن على درجة حرارة 250، شغلت الفوق والتحت مع بعض، طلع معانا ارهب بسكويت. شايفين؟ خرافي النكهة، فنان. بتمنى تجربوا الوصفة لانه الدنيا شتاء، والشتاء داير شنو؟ شاي حليب كتير، والشاي داير بسكويت. فبس والله دي وصفتنا اليوم، بتمنى الوصفة تعجبك. اذا عجبك جربيها لك ولاولادك، واذا عجبك الصفحة اعملي لنا لايك، حنكون ممتنين جدا بوجودك معنا. والفيديوهات اكتر، الروتينات دايما بتنزل في قناة الروتينات وبينزل في صفحتنا على الفيسبوك، تمام. على كده حكون خلصت معاكم الوصفة. في امان الله.